هيحصل لك ايه لو بقيت دب بني يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتيجي القد الفشفوشه بوزن 700 جرام وتفضل ترضع من ماما يجي كيلو ونص لبن في اليوم. والغريب انك من صغرك كنت عبيط قوي ودايما بتدب خناقات مع اخوك وبتحب تركب على ظهر ماما طول الوقت. ماما انت هتاكلني معاكي صح؟ وبعد 5 شهور ماما تفطمك وتعلمك الصيد، وبعد 3 سنين هتقرر تسيب ماما عشان تكتشف مواهبك الجباره وتعرف انك بتقدر تجري بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، وحاسه شمك قويه جدا بتقدر تشم ريحه الاكل على بعد 20 كيلومتر، ولو الرياح مساعدك هتقدر تشمها على بعد 30 كيلومتر. انا مره اشتدت حته الشمكه قد كده اهو، ده غير فروتك اللي سمكها بيوصل 12 سم، وده غالبا اللي بيحسسك بحكه كتير. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعندك 8 سنين ووزنك 800 كيلو جرام وخلاص مش قادر عاوز تتجوز فتنقي الدبابه اللي شبهك، ولكن في كام دب تاني هيموتوا عليها فتقوم خناقه ما بينكم وتعجنوا بعض، وعشان انت رجوله هتكسب العركه. ولكن استنى، في كائن شرير اسمه الانسان هيحاول يصطادك عشان يعمل من فروتك جزم وشنط للمدام،